الولد ده المرض بتاعه تسبب في ان هو يعيش في مشرحة. فيليب سنيدكر. فيليب هو ولد صغير كان عنده سرطان في العظم، اضطرت عيلته ان هي تنقل في بيت قريب من المستشفى اللي هو كان بيتعالج فيها، ولكن للاسف البيت اللي هم اتنقلوا فيه كان مشرحة. عيلة فيليب كانت مكونة من اب وام. الاب كان اسمه ألان، الام اسمها كارمن، وكان عندهم كذا طفل، وكان منهم فيليب. فيليب للاسف كان عنده سرطان في العظم، وزي ما قلت لك ان هم اضطروا ان هم ينقلوا في بيت كان قريب من المستشفى، والبيت للاسف طلع مشرحه. وبالفعل صاحب البيت قال لهم ان هو كان مشرحه، ولكن هم كان عندهم يعني ضيقه ماديه جامده جدا، فاضطروا ان هم ينقلوا في البيت عادي بدون اي مشاكل. في اول كام يوم الوضع كان طبيعي وما كانش فيه اي حاجه ملحوظه، ولكن في يوم قررت كارمن انها تنزل تنظف البدروم. لقت تحت في البدروم سراير ومعدات تشريح، وحتى الصور بتاعت الجثث نايمه على السراير اللي كانت قدامها. ده غير ان فيليب كان بيقول ان هو دايما بيشوف راجل لابس بدلة وشكله غريب جدا ولكن مش واضح كأنه خيال، وكمان كان بيكلمه وبيقول له كلام مش مفهوم بصوت مخيف جدا. كارمن اللي هي الام كانت فاكرة ان فيليب بيخرف من الأدوية أو ممكن يكون الكيماوي تعبه شوية، ولكن بقية العيلة بعد كده ابتدوا يسمعوا نفس الأصوات. البيت كان في حالة من الفوضى، وكانوا بيسمعوا دايما البيبان بتتقفل وبتتفتح وبيشوفوها كمان، ده غير النور اللي كان بيفتح ويطفي، ده غير السلاسل اللي كانوا بيسمعوها بتتجرجر على الأرض، وكمان كان بيشوفوا خيالات لأشخاص ما يعرفوهاش. ده غير ان الأطفال كلهم كانوا بيقولوا ان هم وهم نايمين كان بيجي حد يشدهم من رجليهم. وكارمن كانت بتقول انها بتشم ريحه وحشه جدا جايه من البدروم، كأن ريحه ميتين او حاجه ميته جايه من تحت. وفي يوم من الايام كارمن كانت بتغسل الهدوم في الغساله، وقبل ما تشغل الغساله اشتغلت لوحدها، وبعد كده طلعت دم. وفي نفس الوقت فيليب اتحول وبقى شخص وحش جدا مع كل اللي حواليه، عدواني جدا وبيزعق في الكل، غير التقلبات المزاجيه اللي عنده. وكان دايما بيصحى من النوم يصرخ ويقول ان في شخص واقف في الركن بتاع الاوضه بيبص عليه، وكان شبه المانيكان وعينيه بتنور. وكمان فيليب كان بيكتب على الحيطان كلام مش مفهوم محدش بيعرف يقراه، ده غير ان هو كان بيتكلم وبيقول كلام غريب جدا، وكان صوته بيبقى مختلف خالص، ويفضل يصرخ ويقول ان هو بيشوف وبيعرف يتواصل مع الارواح اللي في البيت اللي تم تشريحهم كلهم. كارمن كانت ست قوية جدا ومؤمنة، وقالت ان هي هتحاول تتصرف في الموضوع بنفسها. في يوم من الايام قررت انها تنظف البيت كله، وفاكرة ان هو ده اللي هيحل المشكلة، ولكن للاسف مفيش اي حاجة حصلت. قررت انها تروح تجيب مياه مقدسة وترش بيها البيت كله، ولكن للاسف ده زود المشكلة اكتر واكتر، وكانت بتشوف خيالات طالعة من الحيطان وبتجري في كل حتة في البيت. بعد محاولة كارمن ان هي تحل الموضوع بنفسها، المشكلة زادت اكتر والموضوع بقى اكبر واكبر بكتير وخرج من ايديهم. اضطرت انها تتواصل مع الكنيسة وصلتهم بايد ولورين وورن. ايد ولورين كانوا وقتها من اشهر الناس اللي بيحلوا قضايا الجن والمس والحاجات دي كلها. جم البيت بالفعل وبداوا ان هم يصوروا البيت حته حته، وعملوا زي نظام مراقبه للبيت كله. لورين اول ما دخلت البيت قالت ان هي حست بطاقه سلبيه شديده جدا، وقالت ان الارواح اللي في البيت هنا مش عايزه تمشي. خلاص ايد ولورين خدوا كل الادله اللي هم محتاجينها، مضطرين ان هم يرجعوها للكنيسه، بعد كده يرجعوا تاني عشان يعملوا عمليه طرد الارواح. في الفتره دي العيله عانت معاناه شديده جدا، الابواب بقت تتفتح وتتقفل بشكل اعنف بكتير، ده غير ان كلهم كانوا بيتسحبوا وينزلوا على الاوضه اللي تحت. وفي مره فيليب صحي من النوم لقى نفسه واقف في المشرحه من غير ما يفهم اصلا ايه اللي جابه هنا. نفس الكلام حصل مع كارمن اللي هي الام، اتشدت من رجليها جرجرت على الارض لحد ما كانت هتروح عند البدروم بس لحقت نفسها. برضه نفس الكلام حصل مع الطفله الصغيره من اطفالهم، ولكن برضه لحقوها. ده غير ان دايما كانت بتشتغل موسيقى جنائزيه مجهوله المصدر. إد ولورين رجعوا بعد كده عملوا جلسة طرد الأرواح للبيت. بعد كده العيلة خرجت من البيت وسابوه ومشيوا وراحوا بيت تاني. الحالة النفسية بتاعتهم كلهم اتحسنت، وحالة فيليب كمان الطبية والنفسية اتحسنت لدرجة إن السرطان راح من جسمه خالص. في ناس بقى بتشكك في القصة دي إن كانت حقيقية ولا لأ، محدش عارف أصلا القصة دي كانت حقيقية ولا لأ، ولكن هي موثقة، وكان بالفعل البيت اللي هم عايشين فيه مشرحة، وده كان برضه متوثق في المدينة ومتوثق في البلدية. في ناس كانت بتقول إن هم ضخموا الموضوع على الفاضي، وفي ناس ثانية كانت بتقول ان هم عملوا كده علشان خاطر ايد ولورين يزدادوا شهرة او يقدروا ان هم يحطوا حاجات جديدة في الكتب بتاعتهم ويتعمل منها افلام. في ناس بيقولوا برضو ان مفيش دليل علمي على اللي حصل، ولكن مفيش دليل علمي اصلا على وجود الاشباح، فبالتالي ما ينفعش يبقى في دليل علمي على حاجة زي كده. بس الاشباح موجودين، ولكن كل ده اصلا ملوش لازمة، لان فيليب لما كبر اكد القصة وحكى اللي حصل له كله، بالتالي اتعمل عليها فيلم كان اسمه هانتنج ان كونتيكت.